حبايب قلبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير وصحة دايما يا رب. لو انتي مستعجلة ومش عايزة تقفي في المطبخ كتير، فالنهاردة ان شاء الله هقدم لك احلى اكلة في صينية واحدة، حاجة كده في منتهى الجمال. بس حطي لايك للفيديو واشتركي في القناة لو لأول مرة بتشوفي قناتي، وتابع معايا الفيديو للنهاية فضلا وليس امرا. وتعالي نسمي الله ونصلي على الرسول ونشوف هنعملها ازاي. اول حاجة هحضر تتبيلة الفراخ. معايا هنا بصلاية وطماطميايه متقطعين صغير، هتبلهم بمعلقة صغيرة من الملح ونص معلقة صغيرة من الفلفل الاسمر والسبع بهارات، وهدعك الخلطة دي مع بعض بتدي طعم وريحة حلوة قوي للفراخ. معايا هنا فرخة متنضفة ومغسولة كويس جدا وفتحاها من الظهر، وهعمل لها فتحات بالشكل ده. وهدعكها بالتتبيلة الحلوة دي وهسيبها على جنب لحد لما احضر الصينية. هقطع هنا بطاطس الكمية زي ما انتي عايزة. انا هقطعها شرايح، ممكن تقطعيها مكعبات كبيرة. دي بصلاية وطماطميايه وفلفلة خضرة متقطعين شرايح رفيعة، هضيف عليهم معلقة صغيرة من الثوم المفروم، وهتبلهم بشوية ملح وفلفل اسمر والسبع بهارات. وهدعك الخضار بالشكل ده، وهضيف عليهم حلقات البطاطس وهقلبهم كلهم مع بعض. هسيب لكم المقادير ان شاء الله مكتوبة في صندوق الوصف تحت الفيديو. كده كل حاجة جاهزة معايا. معايا هنا صينية هغلفها بورق الفويل وورق الزبدة. وهحط فيها الخضار والفرخة على الوش، وهحط باقي التتبيلة بتاعة الفراخ. ياريت اللي وصل معايا لحد هنا ما ينساش يحط لايك للفيديو ويشترك في القناة علشان القناة تكبر بيكم بإذن الله. هوزع على الوش معلقة كبيرة من السمنة، وهسقيها بنص كوباية مية مدوبة فيها معلقة كبيرة من الصلصة. وهقفل عليها كويس جدا بورق الزبدة وورق الفويل. نيجي بقى للتسوية. هتدخل فرن ساخن على حرارة 200 درجة مئويا، هتسيبيها لحد لما تستوي براحتها على حسب حجم الفراخ اللي انت عاملاها. اخدت مني بالظبط ساعة وربع. وبعدين بشيل ورق الفويل والزبدة وبتأكد انها استوت، وبدخلها الفرن مرة تانية بس تحت الشواية تاخد اللون الحلو اللي حضراتكم شايفينه ده. شايفين شكل الصينية حلو جدا ما شاء الله، في منتهى الجمال. أكلة سهلة وبسيطة، قدميها مع رز أبيض أو رز بالشعرية زي ما انت عايزة. يا رب الفيديو يكون عجبكم ونال رضاكم. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم.